ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة هنتكلم فيها عن ميركاتو ارسنال، وايه هي اللي محتاجاه ارسنال عشان تقدر ان هي تاخد الدوري الانجليزي وتنافس كمان بطريقة كبيرة على الشامبيونز ليج. شفنا السنة اللي فاتت طبعا ارسنال كان منافس قوي جدا جدا على الدوري الانجليزي بالذات، ولكن سقط كده في الاخر وما قدرش ان هو يكمل المنافسة، خاصة في ماتش طبعا استون فيلا اللي خسر فيه 2-0. ده يمكن بعد المسافات، ويعني كانت ضربة قوية جدا لنادي ارسنال. فايه هو اللي محتاجه ارسنال بقى السنة دي عشان يدعم الفرق والحاجات اللي ناقصاه، بحيث انه يكون منافس قوي جدا 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 السنة دي على الشامبيونز ليج وعلى الدوري طبعا الانجليزي البريمير ليج؟ فيلا بينا نخش كده نتكلم مع بعض شوية ونشوف ايه هي اهم النقاط اللي ناقصة نادي ارسنال عشان يقدر انه يكون منافس للسيتي. اول حاجة محتاجها ارسنال وارتيتا محتاجينها عشان يدعموا الفرقة، ودي يمكن اهم مركز دلوقتي بالنسبة لارتيتا، وهو مدافع ناحية الشمال. لان زينشينكو ما بيلعب في الحتة دي مش مكفيها كويس، ولا هو عارف يلم الدنيا ويريح ارتيتا ويكبر دماغه. وزي ما قلنا في الشورت اللي عملنا هنا شورت في القناة، لو مشفتوش لازم تشوفوا لانه مهم جدا. قلنا فيه اللعيبة اللي هتمشي من ارسنال او اللي مش محتاجها ارسنال في الفترة اللي جاية، وارتيتا مش عامل يعني حساباته ومش حاططهم في حساباته الموسم اللي جاي، اللي طبعا على رأسهم كان زينشينكو. وزي ما شفنا معظم فترات الموسم اللي فات تومايوسو هو اللي بيلعب في الحتة دي. الراجل ما قصرش بصراحة، ولكن برضو مش حتته ومش مكانه ومش قادر ان هو يكون مفيد جدا في الحتة دي. فعشان كده اول صفقة واهم صفقة بالنسبة لارتيتا هو كالافيوري من بولونيا. طبعا لاعب مميز جدا، وارتيتا مستعد انه يدفع فيه لحد 50 مليون يورو، وده العرض اللي بولونيا بتحاول توصل له عشان يستفيدوا طبعا من اللاعب، خاصة ان 50% من العقد ده هيروح لنادي بازل اللي كان عامل شرط في العقد، يعني في اعادة بيع كالافيوري لاي نادي تاني، ان بازل ليها 50% من قيمة العقد ده. فطبعا يعني بولونيا حتى عايزة تستفيد ب25 مليون يورو على اقل تقدير، فده يعني شيء منطقي جدا. طيب اما تيجي تسألني هل كالافيوري هو الحل؟ اكيد طبعا كالافيوري حل مميز جدا جدا جدا. لاعب بيلعب ناحية الشمال ومستواه عالي جدا، لاعب كمان بيديك في اكتر من مكان. ممكن تشوف سنتر باك الراجل بيلعبها، وشفناه مع منتخب طبعا ايطاليا في اليورو، الراجل لعبها وكان مميز جدا. ودي كمان الحتة المميزة عند كالافيوري اللي بيحب يلعب فيها اكتر من ناحية الشمال. غير كده انه هيفيد ارتيتا على المستوى الخططي، هيخليه يقدر ان هو يبقى عنده يعني يلعب باي تشكيله هو عايزها. ممكن نشوف ارتيتا بدل مثلا 4-3-3 لا بيلعب 4-4-2، ممكن نشوفه بنلعب 3-5-2، ممكن نشوفه بيلعب 3-4-3. كل ده كالافيوري هيدي المساحة والحرية لارتيتا من الاتجاه الخططي انه يلعب براحته. فطبعا بالتأكيد كالافيوري صفقة مهمة جدا جدا جدا، وهي رقم 1 بالنسبة لارتيتا. هتقول لي طب هل لو كالافيوري الصفقة دي فشلت هل في بديل؟ هقول لك في بديل واحد قدام ارتيتا، وهو فيردي كادي اوجلو. ده لاعب تركي من فنربخشة، عامل موسم جيد جدا جدا مع فنربخشة الموسم اللي فات، وده يعني الخيار البديل لارتيتا. ولكن طبعا خيار يعني بعيد شوية، لان هو ارتيتا مش عايز غير كالافيوري اللي يكون معاه في الموسم اللي جاي. وبصراحة انا شايف ان ده هيكون احسن حل لارتيتا، واللي هينهي بقى القصة والجدل كله في خط الدفاع. لو جينا لتاني مركز مهم جدا بالنسبة لارتيتا وبالنسبة لارسنال هيكونوا محتاجين تدعيم فيه، هو هيكون حارس المرمى. هتقولي حارس المرمى ازاي؟ ما احنا في ديفيد رايا وفي رامسديل. هقول لك ديفيد رايا لسه زي ما قلنا في حلقات الانتقالات اللي فاتت ان الراجل لسه طبعا كان اعارة، وخلاص عمل العقد من واتفورد وخلاص موجود كده مع ارسنال. انما رامسديل في احتمال كبير جدا انه يخرج من ارسنال اصلا الموسم ده، خاصة ان هو عايز يشارك بشكل اساسي عشان يكون موجود مع منتخب انجلترا بشكل اساسي برضو، ويبتدي ان هو ياخد مرحلته بدل بقى بيكفورد. فالراجل عايز يشارك ومش حابب ان هو يقعد على الدكة.
فعشان كده ارسنال بيفكر في خيارين. الخيار الاول وهو الحارس خوان جارسيا، حارس فريق اسبانيول التاني، وده هيكون مثالي جدا للفترة دي، لانه هيقبل ان هو يقعد دكة لديفيد رايا. وكمان الحارس نفسه مميز جدا وبيعرف يلعب برجله كويس جدا جدا، ويعني مميز جدا كمان في التصديات. فيعني ده الحل الامثل لارتيتا، وده اللي انا شايف ان هو هيكون مفيد بالنسبة لارتيتا ومش هيوجع دماغه. لكن الاختيار التاني بقى هو اللي هيعمل وجع دماغ شوية، ويعني انا شايف انه اختيار مش احسن حاجة، وهو لونين من ريال مدريد. طبعا لونين يعني حارس مميز جدا وحارس قوي جدا جدا جدا، ويمكن من افضل الحراس الموجودين دلوقتي على مستوى العالم، ولكن مش هيبقى قابل ان هو يقعد دكة لديفيد رايا. اذا كان هو مرضيش يقعد دكة في ريال مدريد، هيرضى يقعد دكة في ارسنال؟ فما اعتقدش. ولا بقى تفتكروا معايا كده ممكن نشوف لونين فعلا بيروح ارسنال، وبنشوف بقى زي ما حصل مع رامز ديل اللي رايا لما جه قعده دكة وخد مكانه، فممكن نشوف لونين بيجي وبيقعد بقى ديفيد رايا دكة وبياخد مكانه. فانت قول لي بقى رأيك، مين يستحق ان يكون هو الحارس الاساسي في حالة وجود لونين في الفرقة، ديفيد رايا ولا لونين؟ وهل شايف ان دي صفقة هتكون مفيدة لارسنال ولا لا؟ دي كده حتة حارس المرمى عشان يبقى ارسنال كمان نهى فيها الكلام. لكن تعالوا بقى نخش على تالت مكان وتالت مركز محتاج تدعيم في ارسنال، وارتيتا محتاج ان هو يدعمه كويس جدا وهيكون مهم جدا، وهو مركز نص الملعب ومركز اللاعب رقم 8. اللاعب اللي بيديك الحرية كده، سواء ممكن يلعب ديفندر 6 وممكن يلعب 10 وممكن يعني يكون مفيد في كل الاماكن. شفنا طبعا السنة اللي فاتت يعني الدور ده كان بيعمله اوديجارد طبعا، وبيخلي هافرتس هو اللي بيلعب 10، يا اما بارتي كان بيلعبه واوديجارد يلعب 10. فانت لا محتاج حد عشان يبقى اوديجارد ياخد الحرية الكاملة ويقدر ان هو يبقى 10، لان اوديجارد في مكان 10 بيبقى مميز جدا، بيعرف ازاي يدي الاسيست الحلو، بيعرف ازاي يطلع الكرة من رجله، بيعرف ازاي يعمل استحواذ. فارسنال محتاج ضروري جدا حد في المكان ده. طب هل ارسنال اتحركت في سوق الانتقالات ده؟ طبعا ارسنال اتحركت تحرك بصراحة انا شايف انه لو تم هيكون يعني افضل صفقة اتعملت في الموسم ده بالنسبة ارسنال، حتى اكتر من المدافع كالافيوري واكتر من حارس المرمى اللي احنا لسه متكلمين عنهم. طبعا هتبقى صفقة يعني ملهاش حل، وهي فابيان رويز طبعا من باريس سان جيرمان. شفنا طبعا كده ارسنال ابتدى يتحرك على اللاعب. شفنا طبعا فابيان رويز عمل بطولة كبيرة جدا في اليورو، شفناه كمان بيبدل الادوار ازاي مع رودري، وده اللي هيعمله مع ديكلان رايس في ارسنال. هيقدر ان هو يريح ديكلان رايس اللي كان يعني متمرمط الراجل بصراحه السنه اللي فاتت. لا رويس هيريحه جدا وهيدي الحريه لاوديجار. شفنا طبعا وجود رودري ورويس كان مدي ازاي الحريه لبدري، وكمان اولمو من بعديه الناس كانت واخده حريه كبيره جدا. فنفس الكلام هيبقى في ارسنال، انت هتدي لاوديجار الحريه الكامله، هتبقى عندك هافرتس كمان زياده ويقدر يلعب في حته المهاجم بقى براحته، او يلعب المهاجم الوهمي براحته. فهتبقى بصراحة مظبوطة جدا جدا جدا، هيبقى مميز جدا في نص الملعب. طيب هل في خيار بديل؟ طبعا كان في خيار بديل، وهو كان الخيار رقم 1 اصلا قبل فابيان رويز، ولكن برشلونة دخلت على الخط كده، وهو ميرينو. اللاعب ميرينو طبعا برضو لاعب اسبانيا، وشفناه مع المنتخب عمل يعني مباريات جيدة جدا. شفناه طبعا مع سوسيداد الموسم اللي فات، كان عامل موسم اكتر من رائع. الراجل كان هو الاختيار الاول، ولكن شفنا برشلونة بتحاول انها تقنع اللاعب، فارسنال اتجه لرويز. وانا شايف طبعا ان رويز افضل بكتير. يعني لو ارسنال فعلا قدر ان هو يخلص فابيان رويز، هتبقى يعني صفقة الموسم بالنسبة لارسنال بصراحة. في نص الملعب هيبقى فارق كتير كتير كتير، وهيفيد نص الملعب جدا جدا جدا، وهيريح زي ما قلنا اوديجارد وديكلان رايس، هيريح لعيبه نص الملعب بشكل كبير بصراحه. فيعني هتبقى صفقه مميزه، وهو ده اللي محتاجه ارسنال فعلا. لو جينا بقى المركز كمان ارسنال برضو محتاج فيه التدعيم، وهو الوينج. عندك طبعا ساكا ومارتينيلي وتروسارد، محتاجين وينج كمان يسندهم كده ويبقى بديل ليهم ويدعم معاهم، خاصة ان مارتينيلي شفناه الموسم اللي فات يعني ما كانش على المستوى المطلوب. وفي كلام مع جون باكايوكو لاعب ايندهوفن، لاعب مهاري جدا وهيكون بديل رائع لساكا، وكمان ممكن نشوفه بيلعب ناحية الشمال بدل تروسارد او مارتينيلي. وبنشوف بقى تروسارد اللي كان بيلعب السنة اللي فاتت في بعض الاوقات كمهاجم وهمي،
فهنشوف طبعا اللاعب ده بيريح الكل، يعني سواء ناحية اليمين ساكا او ناحية الشمال تروسرد و مارتينيلي، وهيشوفوا طبعا بينافس معاهم على المكان. فهتبقى بصراحة صفقة مهمة جدا لأرسنال لو تمت. ولكن لو تيجي تسألني بتقولي في بديل طيب لباكايوكو ولا هو خلاص باكايوكو؟ لا، هقولك في بديل وابتدى أرسنال يتحرك ليه، وهو كييزا من يوفنتوس. هتقولي كييزا يا راجل، هقولك ممكن تشوف الصفقة مش حلوة وتشوف الصفقة صعبة، ولكن انا شايفها ان هي صفقة جيدة جدا. عندك كيزا لاعب مهاري، لاعب هجومي، وانت هتجيب كالافيوري، هيبقوا الاتنين مع بعض هيعملوا ثنائية ايطالية كده. بصراحة هنشوفها هتبقى ممتازة جدا، وسعره قليل جدا في سوق الانتقالات. ولاعب مع ارتيتا هيتطور جدا جدا جدا. ارتيتا بيطور اي لعيب بيجي تحت منه، وهيقدر ان هو يسيطر عليه بسهولة. شفناه بيسيطر على لعيبه اكبر منه بكتير. فاعتقد ان ارتيتا لو قدر ان هو يجيب كييزا هتبقى صفقه برضو مميزه جدا، وهيبقى جناح طائر بصراحه بالنسبه لارسنال، وهيفيد جدا الفرقه. لو جينا بقى لاخر مركز، وبرضه هو يعني يعتبر تاني مركز مهم جدا بالنسبه لارسنال بعد خط الدفاع وكالافيوري اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه طبعا، وهو خط الهجوم. لان جابريال خيسوس اصاباته كتيره ومستواه مش ثابت، وشفناه الموسم اللي فات طبعا في اوقات كتير ما كانش موجود. هافرست هو اللي كان بيلعب في المكان ده، وساعات كمان تروسرد كان بيلعب في المكان ده. فارسنال محتاج مهاجم ضروري جدا. فدلوقتي بيتجهوا ليه لاعب بصراحة انا شايف ان هو لو جه هيبقى يعني صفقة قوية جدا هجوميا، وهو فيكتور جيوكاريس لاعب لشبونة. بصراحة مهاجم قوي جدا يا جماعة. الواد ده يا جماعة جايب في لشبونة جايب 43 جون وعامل 15 اسيست في 50 ماتش بس. انتوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه؟ لاعب بصراحة مستواه عالي جدا جدا جدا، ومهاجم هيكون قناص وهيفيد ارسنال جدا في منطقة ال 18، وهيبقى رقم 9 يعني من الاخر. وعامل 65 مليون، وده رقم ارسنال ممكن يدفعه عادي جدا ومفيش فيه مشكلة خالص. فمهاجم هيبقى ممتاز جدا جدا جدا، وشايف ان هو حل مثالي. عندك كمان بيفكروا في سولانكي، عمل طبعا موسم جيد جدا مع بورموس الموسم اللي فات، وكان موسم جيد، ولكن برضو مش المهاجم الاسم، او مش المهاجم اللي يعني هيعمل طفره كبيره. لا يعني انا شايف ان اصلا جابريال خيسوس هيكون مفيد اكتر منه بصراحه. عندك بقى كمان بيتكلموا مع دوفبيك، ودوفبيك بقى يعني كل الفرق دلوقتي بقى بتتكلم عليه، وطبعا اصلا في منافسه شرسه عليه، فما اعتقدش ان هو يعني هيكون حل مثالي اولا لارسنال ولارتيتا. ثانيا اتلتيكو حاطه يعني دماغها جدا في اللاعب، ومش عايزه تسيبه خالص الا في حاله واحده قلنا عليها في حلقات الميركاتو. لو ما شفتش بقى حلقات الميركاتو يا ريت تروح تشوفها، وعشان تشوفها بقى بشكل كويس اعمل لنا بقى شير ولايك وسبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان يوصلك حلقات الميركاتو اول ما تنزل على طول. بنعمل طبعا حلقات ميركاتو قويه جدا. خش خد لفه كده في القناه واتفرج وشوف، وقول لي رايك في الكومنتات. قول لي ايه اللي محتاج ان احنا نطوره، وايه الحاجه الكويسه اللي نكمل عليها. وطبعا يعني اللايك ما تنساهوش، والسبسكرايب للقناه يا ريت تدعمونا يا جماعه. فيعني زي ما بقول لك كده كل الانديه داخله في دوفبيك، فمش هيكون ارسنال يعني مفيد لارسنال بصراحه. وشايف ان الحل الامثل فيكتور جيوكاريس. انا شايف ان الولد ده لو جه هيبقى 10/10، خاصه بعد ان بقى صفقه اوسيمان بعدت جدا عن ارسنال، لان باريس سان جيرمان دخلت في الصفقه بقوه. واحنا عارفين يعني باريس سان جيرمان لما بتخش في صفقه بالفلوس طبعا اللي موجوده في باريس، فيعني صعب جدا ان انت تقدر ان انت ترجع الصفقه دي لارسنال. فتفتكروا بقى مين الصفقات اللي هتيجي فعلا ارسنال وهيقدر ان هو يخلصها، ومين اللي مش هيكون موجود مع ارسنال الموسم اللي جاي؟ وايه هي من وجهة نظرك انت بقى؟ قولي تحت في الكومنتات، هل في حاجة مثلا انا ما قلتهاش، او في حاجة انت شايف ان هي تكون مفيدة اكتر؟ هل في لاعب معين نفسك تشوفه في ارسنال؟ كل ده يا ريت تشاركني بيه تحت في الكومنتات. يا رب كده تكون كانت حلقة ممتعة. بشكركم جدا وسلام.